Welcome to the 18 Plus Hair Expert Lab. دكتور أحمد، أنا مبسوطة قوي إن أنا مع حضرتك النهاردة عشان أعرف مشكلة عند معظم البنات، وهو إيه هو الصلع الوراثي، وإيه السبب إن أنا شعري بيخف وبيقع من غير ما أنا بعمل أي حاجة حاسة إن هي ممكن تكون بتأذيه. طيب انا مبسوط ان انا معاكي النهارده فاطمه، مبسوط ان احنا بنتكلم عن المشكله بنشوفها في العيادات تقريبا يوميا في 90% من البيشنتس. فكره ان انا شعري بيخف، بيحصل حاجه اسمها ثيننج. الثيننج ده او الرفع في الشعرايه ده بيبقى مشكله في الفوليكل نفسها. مشكله ان في هرمون اسمه DHT اللي هو نوع او مشتق من مشتقات هرمون الذكوره، موجود عند كل البنات، موجود في فروه راسنا. شعرتنا بتبقى سنسيتيف بزياده ليه، فبالتالي يبدا يشتغل على الشعر ويعمل حاجه اسمها مينيتشرايزيشن، ترفع تدريجيا وتختفي. فلما تيجي تستخدم برودكت لازم تشتغل على المشكله اللي حاصله في الفوليكل عشان في الاخر توقف البروجرس ده. انت لازم تشتغل على الروت كوز لفكره العامل الوراثي او الاندروجينيتك الوبيشيا. أنا واحدة طول عمري فعلا شعري تقيل جدا، ولما بسرحه مش بيقع كتير في الفرشة زي ما ممكن حد تاني، بس أنا بحس إن هو فجأة خف من ولا حاجة. وأول مرة أسمع إن هو ممكن الموضوع مش بس إن أنا أحط برودكتس على شعري عشان أعالجه، بس إن ممكن الموضوع يبقى حاجة هرمونال. بالظبط، هي الفكره هرمونال بس لوكال في الشعرايه. معظم البنات ومعظم الستات بتعمل التحاليل وتبقى نورمال. عشان كده استخدام برودكت زي 18 بلس بالRCP كومبلكس إريدنسيل والكابيكسيل والبروكابيل اللي عليه داتا قويه جدا بيروح على الريسبتور او المستقبل ده ويعمل له بلوك. انا مش عايز الهرمون ده يشتغل على الشعرايه. كمان مش بس كده، ده في الماتشا حبيبه الجميع. لا ثانية واحدة، إيه علاقة الماتشا بحاجات الشعر؟ بصي بقى، الماتشا الفكره انها سورس للكافيين. الكافيين بيشتغل على المايكرو سيركيوليشن او بيشتغل على الشعيرات الدمويه اللي موجوده في الشعر او في الفوليكل، بيزودها زي برودكتس الشعر ما بتعمل او حاجات تانية بتعمل. بس الكافيين بيشتغل لوكالي، يزود المايكرو سيركيوليشن، يحسن الدوره الدمويه للشعرايه، يقلل فرص انها تقع او يحصل ثيننج. فالماتشا مش بس ممكن نشربها، دي موجوده في البرودكتس بتاعت 18 بلس. طب خلاص كده، انا عايزه اعرف بقى من الاخر ايه احسن بروتوكول امشي عليه عشان ارجع اقوي شعري تاني واقلل ان هو يقع. انا ممكن ابدا بحاجه تديلي الموضوع، حاجه زي ال 18 بلس الهير لوشن او السبراي اللي بنحطه موضعي على شعرنا. فالفكره في البروتوكول الكامل اللي موجودين من 18 بلس، ويبدا يشتغل على الروت كوز بتاع الاندروجينيتك الوبيشيا او العامل الوراثي. هل انا بستعمل البرودكتس دي فتره معينه ولا بستعملها على طول؟ ممكن نعمل افري اذر داي، يعني اقصد في مرحله التريتمنت الاولانيه ومرحله المينتنس. والمينتنس ممكن نستخدم كمان الكومبلمنتري تريتمنت اللي موجود، الشامبو والكونديشنر.